السلام عليكم ورحمة الله. تحياتي إخوان عشاق طائر الحسون. اليوم بغيت نشارك معكم طريقة وضع الأعشاش في القفص. كما كتلاحظوا أنا راني حطيت أعشاش باش يتعودوا عليهم الإناث، وكل عش راني حطيته في المكان ديالو. كاين الاناث اللي كيمشيو كيتفقدوا العش بحال هاد الانثى هادي. باش تبان لكم الصوره مزيان، وحطيت لهم مواد التعشيش لان هذا شهر فيفريي كاين الازواج اللي واجده تبارك الله، وكاين الاناث ديال الحسون اللي خاصهم ولا بد الذكر باش تجمع ليك العش ديالها. فاحنا كنقوموا بهذه العمليه. الانثى مازال بوحدها لانني مازال ما اختاريتش الذكر ان شاء الله اللي غادي نحط معاها. كيبان لي الذكر مازال ما وجدش، فقمت بالعزل ديالو عليها وحطيته بوحدو. كما كتلاحظوا الذكور كما كتلاحظوا الانثى هي كتهز في العش، والذكر كيمشي في العش وكيصدر النداءات ديال التزاوج. وهذا دليل على التوافق بين الذكر وبين الانثى. فملي كيمشي الذكر للعش وكيبقى يصدر نداءات للانثى كما كتلاحظوا، الذكر كيمشي للعش يعني وكيبقى يصدر نداءات، الانثى كذلك كتمشي تجيب العش. فهذا دليل على ان الذكر والانثى، هانتوما كما كتلاحظوا حتى الازواج الاخرين، دليل على ان الذكر والانثى فهما كيعطيوك علامات ديال الجهوزيه، وفي القريب العاجل ان شاء الله غادي يجمعوا العش. هانتوما كما كتلاحظوا هادشي دابا، هادشي اللي كنوريكم انا في الفيديو كنوري الاخوان المبتدئين بانه راه باش ينجح لك التزاوج راه بحال هكا باش كتخدم. انا لاحظت واحد الحاجه، ان حتى هاد الذكر هذا اللي كتلاحظوا امامكم كيتجاوب ليا مع هاد الانثى. يعني نقد انا نضرب مثلا عصفورين بحجر واحد، نخدم به مع هاد الانثى ونخدم به مع هاد الانثى. ولكن انا ما غاديش نزرب حيت عندي ذكر اخر غادي نشوف الا وجد ليا في الوقت راه غادي نجيبو ونحاول نزاوجو مع هاد الانثى هادي. فاللي بغيت نوصيكم انا الاخوان هو ما تزربوش، لانه كاين بعض الاخوان وصلت عندهم مرحله التزاوج وجمعوا لهم الاعشاش، وكاين اللي فقس البيض، ولكن هذاك الشيء على حساب المناطق وعلى حساب الدفء وعلى حساب الاكل وعلى حساب الامان. هاد الظروف كلها كتداخل فيما بينها، يعني ما يمكنش غادي تحقق هاد الامور هادو بلا ما وتنتج. خاصك ضروري تحقق هاد الظروف هادي باش تنتج الحسون، وبالخصوص عنصر الامان. اذا كان متوفر عنصر الامان فراك درتي كلشي. فهانتوما كما كتلاحظوا الانثى راهي كتهز العش كتجمع فيه تبارك الله، وحتى البطن ديالها كيبان ليا انه بدا كيتعرى، يعني بداو كيبانوا هذوك الصفائح ديال الصدر ديالها اللي كيعطيو الحراره. وهي راه حاليا الحمد لله راه في الجهوزيه ديالها، وانا ما بغيتش نعطلهم. داكشي علاش طلقت الذكر على الانثى، وغادي نخليهم ونراقبهم ان شاء الله ونعطيهم اتساع باش يجمعوا ليك العش. لان ملي كيحس الطائر بالامان فاكيد غادي يخدم ليك ان شاء الله. واذا وفرتي ليه الشروط فكما كتسمعوا الذكر الاخر راه كيغرد
على برا، يعني اللي حيدته انا كي بغيت نزيد نجعرو شويه، نزيد ليه التجهيز، غادي نعطيه شويه ديال البذور ونعزلو نخليه يزيد يغرد مزيان. بين ما جمعوا هاد الازواج هادو الاعشاش ديالهم ونطلقوا على هاد الانثى هادي ان شاء الله، ويكون خير باذن الله، حيت ما يمكنش كلشي غادي يزهج في دقه واحده. ضروري كيكون بعض التاخير عند بعض الاناث، لان الدم ماشي بحال والاجواء كتختلف، كل واحد والبنيه ديالو. نتمنى تكونوا فهمتوني شنو بغيت نوصل لكم الاخوان، وتحياتي لكم.